ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده انا هعمل معاكم مكرونه بالبشاميل. فهتشوفوا طريقتها، طريقه سهله وبسيطه ومن حلاوتها، يعني هتعملوها كل مره. ان شاء الله هنعملها مع بعض دلوقتي بسرعه ومش هتغيب معانا يعني، وهنقول لكم مكوناتها ايه وكده. بس الاول اتفضلوا معايا الشاي بالنعناع، عشان انا بحب الشاي بالنعناع يعني على طول بشربه. فاتفضلوا معانا الاول. وهنا طبعا يا حبايبي جبنا الحلة طبعا، وجي حطينا فيها المية، والمية حطينا فيها ملح، فهنصب فيها الايه المكرونة وهي بتغلي كده. وبعد ما هنحطها وتغلي، مش هنسويها قوي، هي لسه هتتحط في الفرن، فما تطلعش مستوية قوي. وغير كده ما تشطفهاش بمية، لا هتصفيها في المصافي، وهي بعد كده ما بتنشف بتحطيها بقى ترصيها عشان تعمليها البشاميل. دلوقتي بقى يا حبايبي هنقول لكم على المقادير اللي احنا هنعملها للمكرونه البشاميل. فاول حاجه طبعا المكرونه احنا طبعا سويناها وقلنا لكم عليها تعملوها ازاي، وصورنا في الالوان. وهنا اللبن جايبين 2 كيلو. وهنا البصل، فعملنا كميه كده وفرمناها في الكبه. وهنا دي اللحمه المفرومه هنعصجها قدامكم وتشوفوا واحده واحده. وهنا الصلصه برضو ضربناها في الخلاط، هتشوفوا هتتعمل ازاي. وهنا دي الزبده، ادي الزبده هنعملها بيها. وهنا الدقيق، طبعا الدقيق البشاميل طبعا ما يستغناش عن الدقيق. وهنا ايه، ادي البيضه اللي بتحط على الوش. وهنا ادي الملح والبهارات. دلوقتي بقى حبايبي هنعصج اللحمه المفرومه. احنا اللحمه المفرومه هي وريناها لكم، فهنعصجها على النار. فدلوقتي جبنا الطاسه وحطيناها ماشي، وهنحط فيها الزبده، هنحمرها بالزبده زي ما انتم شايفين كده. ناخد حته كده كبيره، فيها حته زبده. وهنحط بقى ايه البصل اللي احنا فرمينه مع بعض. طب احنا بنفرمه بنعمل له صغير يعني ناعم، علشان ايه اللي عنده ما بيحبوش البصل يبان في الاكل. اللي عايز يعمله مثلا اكبر من كده يعمل، يعني هو ايه طبعا انت بتحبي. فهنقلب بقى هنا بعد ما سيحنا الزبده، هنقلب عليها البصل. دلوقتي بقى حبايبي احنا ايه حطينا البصل مع الزبده. بعد ما الزبده ساحت على النار هنحمر حاجه بسيطه يعني كده. وبعد كده هنقلب عليها اللحمه المفرومه. فهنقلب اللحمه المفرومه دي هنحطها عليها عشان نعصجها. طبعا البصل احنا طحنينه في الكبه، حاطين عليه فصين توم، فتحطي مع البصل هتحطي فصين توم عليهم كمان ماشي. وهنحط دلوقتي كمان ملح وبهارات عشان نعصج اللحمه كلها. هنسيبها شويه على النار ونروح نعمل حاجه تانية، بس نحط ملح ونحط ايه بهارات. الملح ده اساسي طبعا ما كل واحد بيحب، هو عايز يعني حادق شويه، عايزه عادي بشويه، طبعا ما كل واحد بيحب. وهنحط ايه الشطه اهي. طبعا برضو ما ايه كل واحد بيحب الشطه ايه، يعني حاميه او مش حاميه، طبعا ما انتوا بتاكلوا ماشي. وهنحط كمان فلفل اسود. دلوقتي بقى حبايبي احنا طبعا عملنا بنعصج اللحمه المفرومه، فزي ما انتوا شفتوها الطريقه من اولها دلوقتي. فدلوقتي حطينا اللحمه المفرومه وعصرناها بالزبده، وحطينا البصل والملح والبهارات، وحطينا فصين توم في قلب البصله وفرمناهم فيها ساعه. فدلوقتي بقى احنا بالدقيق على النار اهي، فنقلب فيها شويه. وبعد كده بقى هنعمل حاجه تانية انها تخلي طعم اللحمه المفرومه المعصجه تبقى طعمها حلو. فبتجيبي عليها، في ناس بتعملها كده يعني كده زي ما هي، ويحطوها في البشاميل في نص المكرونه. لكن لما تجيبي بقى صلصه زي دي عصرناها، طبعا زي اي صلصه يعني عصرناها في الخلاط وصفيناها، فهتجيبي الصلصه بقى وتحطيها عليها، فبتديها طعم خطير، يعني بتديها طعم احسن ما تكون هي يعني معموله كده معصجه كده لوحدها. هنا بقى يا حبايبي حطينا الصلصه على اللحمه المفرومه، فلو عملتوها بالطريقه دي والله هتعجبكم قوي وهيطلع يعني طعمها خطير. فهنقلب بقى في الصلصة، نسيبها تغلي شوية قبل ما نروح نعمل حاجة تانية. طبعا وقبل ما نخلص بقى اللحمة المفرومة هنحط عليها شوية سكر عشان
هي فيها صلصة وكده فما تبقاش تقيلة على المعدة، وكمان بتحلل الأكل. هنغطي عليها وبعد كده نسيبها تغلي شوية ونروح بقى نعمل حاجة تانية. الفلفل الألوان بقى هناخده ونقطعه حتت صغيرة عشان نحطه في قلب الحشو بتاع اللحمة المفرومة في نص يعني نص المكرونة. فننضفه كده من الأخضر اللي فيه ده مش كويس، ونقطعه حتت صغيرة. ودلوقتي بنكمل التقطيع اللي هو الفلفل الألوان، عشان الفلفل الألوان لما بتحط في اللحمة المفرومة بتديها طعم خطير. ده غير كمان الفوائد اللي فيه، عالية. فيه مجموعة فيتامينات كتيرة فمفيدة يعني، فانت تلمي فيتامينات ياما على أساس ايه أما أولادك ياكلوا حاجة تبقى كلها فيها مجموعة فيتامينات ياما يعني. فدلوقتي واحنا بنقطع كده نتكلم مع بعض شوية. في ناس كانت بعتت لي قالت لي هي قناة دينية ولا القناة دي طبخ؟ فهي اسمها يوميات. فيوميات أنا بحب أتكلم في الدين، حتى ما كنت بصور أنا بحب أتكلم في الدين. فطبعا عشان دخول رجب وكده فأنا عملت يعني مقاطع كده عن استغفار وعن قيام الليل. فدي حاجات مفيدة وحاجات كويسة وحاجات حلوة يعني، ما فيهاش ضرر ولا حاجة. احنا في رجب وجاي شعبان، كل سنة وانتم طيبين ورمضان. فطبعا هيبقى فيها أكل، هيبقى فيها نصائح دينية، هيبقى فيها كل حاجة يعني، ما فيهاش حاجة يعني كلها حاجات يعني كويسة وحاجات محترمة. دلوقتي بقى حبايبي احنا عملنا استغنى اللحمة المفرومة زي ما انتم شفتوها على النار، وهي اهي شكلها ده. هنقلبها بقى في البولة دي عشان نحط عليها ايه المكونات. هنا بقى ايه قلبنا اللحمة المفرومة بعد ما عصرناها وحطينا كل مكوناتها على النار معاكم. اهي كلها حطيناها في البولة اهي. ده طبعا الفلفل الألوان اهو قطعناه حتت صغيرة، فهنقلبه برضو عليها لان هو كده كده هو هيخش في النار مع المكرونه. فمرضتش نحطه على النار، هو بيتحط كده عشان ايه ما يدبلش على النار. هنا في التعصيجه هيدبل وفي الفرن هيدبل اكتر، فمش هتحسوا بطعمه. فادي ايه كده خلصنا الحاجه ايه تعصيج اللحمه، وقلبنا عليها الفلفل الالوان والمكرونه هي خالصه. ودلوقتي بقى يا حبايبي هنعمل البشاميل. هنعمله بطريقه بسيطه وحلوه وسهله يعني ان شاء الله، فيطلع كمان طعمه جميل. هنا بناخد الزبدة زي ما انتم شايفينها كده ونحطها في قلب الحلة، وهنمسك بقى هنا الزبدة نحط بقى ايه عشان لما نحط عليها الدقيق ونحمره ما تلزقش زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى يا حبايبي احنا بنسيح الزبدة في قلب عشان نعمل فيها وش البشاميل. وهنا بقى يا حبايبي الزبدة ساحت، هنحط لها بقى ايه الدقيق. انا بجيب الدقيق هنا السايب وبالكيلو يعني، وبحطه في العلب هنا وبركنه المعوز. فهنا هحط بقى على الزبدة دي هحط زي 7 معالق. 2 3 4 5 6 7. انتوا هتشوفوا بقى هنا هنحمر بقى هنا الدقيق بالزبدة على النار زي ما انتوا شايفين. بس صدقوني والله بالطريقة دي يعني ان شاء الله تطلع حلوة، وبتبقى والله طعمها زي المطاعم بره. هنا بصوا الدقيق شرب الزبدة خالص. طبعا هنقلبها كده لحد ما تحسي ان هي مش هتتحمر قوي، تحسي ان هي اتحمصت كده شويه. فهنقعد نقلب فيها لحد ما ايه هنقلب بقى بعد كده اللبن عليها، وهتشوف هنعملها ازاي. يا حبايبي بنعمل الدقيق بنحمره في الزبده. فطبعا احنا دلوقتي احنا بنقول احنا في الاشهر الحرم اللي هو رجب شعبان رمضان. السنه كلها جميله عند ربنا، وربنا يعني رب السنه كلها. فالشهور الحرم دي بتبقى الحسنة فيها مضاعفة، فلازم نزيد منها شوية. فطبعا الصدقة إطعام الطعام زي ما قلنا. طبعا الحسنات اللي بنعملها في يومنا ما يعديش يوم علينا في الأيام الجميلة دي إلا ما تكونوا فايزين بيها، لأن لو عدت الأيام الحلوة دي مش هتتعوض. فطبعا الصدقة، الصلاة طبعا احنا مداومين عليها. الصيام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اللي هو قدوتنا كان بيصوموا اثنين وخميس 3 أيام اللي هم نص الشهر، اللي هم ال3 أيام البيض 13 14 و15. نيجي طبعا الاستغفار طبعا حاجة جميلة جدا، فلازم كل يوم الاستغفار ده على طول. يعني تعود انت بتعملي يعني في البيت تطبخي، تعملي حاجة في البيت زي ما احنا بنعمل كده.
فالاستغفار ده يكون على طول مداوم معاكي. هتستفادي في الاخر والله، يعني انت بتعملي حاجه بتاخدي اجر عليها، لان بتاكلي اولادك بتاكلي اللي معاكي، فده بتأجري عليه. غير الاستغفار معاها فانت كمان بتاخدي كمان حسنات عليها. طبعا في الايام الجميله دي الحسنات بتبقى مضاعفه، فما عديش يوم الا ان شاء الله تكونوا فايزين بيه. طبعا احنا حمرنا الدقيق بالزيت ده زي ما انتم شايفينه كده. فهنقلب عليه اللبن عشان ما يكلكعش. ما تحطيهوش على النار، هتفصليه عن النار شويه وبعد كده تنزلي باللبن كده زي ما انتم شايفين كده. فهنقعد ايه حبه كده ونقلب حبه ونقلب عشان ما يكلكعش كده. فهتقعدي تقلبي فيه، ولو عندك مثلا مضرب اي حاجه ممكن لو هو كلكع ممكن تعملي بيها. وهنكمل بقى بقيه اللبن زي ما انتم شايفينه كده. وبعد كده هنحطه على النار. تجيبي بقى من عندك اي حاجه تقلبي بيها الدقيق، فدي حلوه قوي يعني استعملها للدقيق زي بتفرمه كده، ما تخلوش فيه الدقيق ما يكلكعش. فهنقعد نقلب فيها كده وهي على النار، بس النار تكون هاديه عشان ما يكلكعش بسرعه. فهتقعدي بقى تفردي فيه كده واحنا بنلف. خلاص هنحط بقى ايه ملحنا وبهاراتنا وبعدين نكمل. هنحط هنا الشطه وهنحط ملحها. حطينا ملح وحطينا الشطه. فهنا بقى هنقعد نقلب لحد ما نلاقيها عملت مسكت كده زي المهلبيه شويه. ودلوقتي بقى حبايبي احنا بنخلص لسه في المكرونه بنعمل فيها. فهنا طبعا احنا عاملين اللحمه المفرومه المعصجه بالفلفل الالوان، وطبعا كل حاجه فيها صورناها وعملناها. وهنا دي المكرونه سلقناها وسايبينها تنشف. وهنا البشاميل ده خلصناه خلاص زي ما انتم شايفينه كده. شايفينه بقى شكله ايه؟ بصوا عامل ازاي تقلى، بقى عامل شبه المهلبيه كده. فهنا الصينيه اللي هنجيبها هنعمل فيها هي دي. بعد هناخد بقى ايه، مش هندهن بقى الصينيه لا زبده ولا زيت ولا اي حاجه، لا هندهنها اللي هو هنحط فيها شويه بشاميل عشان تحت تديها طعم زي فوق زي ما انتم شايفين كده. فهتدهنيها كده عشان لما تيجي تحطي المكرونه كمان تديها طعم، تديها يعني شكل حلو من تحت، وكمان ما تلزقش. هنحط كمان هنا كرنيل كده تحت تحت المكرونه بعد ما يعني ما تيجي ترصيها تبقى هي من تحت اهي زي ما انتم شايفين الشكل ده كده. بعد كده بقى هناخد المكرونه هنحط بقى ايه الطبقه اللي هي الطبقه اللي اول طبقه في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. وهنا بقى حبايبي احنا عملنا طبقه المكرونه زي ما انتم شايفينها كده اهي. مش هنحط بقى، انا بعمل البشاميل ياما. بس هنا شكله ايه، انا بعمله ياما عشان خاطر انا بدهن تحت وفي النص وفوق. فهنا بقى هنحط طبقه من البشاميل اللي هنحطها على المكرونه هنا زي ما انتم شايفين كده. فهنحط ايه لحد ما تلاقي المكرونه اتشربت. وهنا بقى حبايبي حطينا البشاميل زي ما انتم شايفين كده. هنيجي بقى نحط بعد كده الطبقه بتاعت اللحمه المفرومه اللي احنا عاملينها معصجينها زي ما انتم شايفين اهي. زي ما انتم شايفينها اهي، شايفينها كده. نقلبها بقى في بعض كده الاول اهي. ونحط بقى ايه زي ما انتم شايفين كده ونفردها على الوش كله، مش الوش يعتبر اللي في النص يعني. طبعا هنا حبايبي حطينا اللحمه المفرومه زي ما انتم شايفينها كده، غطينا بيها يعتبر دي الطبقه اللي في النص، فغطيناها كلها. بعد كده بقى هنجيب المكرونه اهي. هنجيب المكرونه ونحط بقى ايه نغطي بيها الطبقه اللي هي على الوش من فوق كده اهي. كده بقى حبايبي احنا رصينا المكرونه زي ما انتم شايفينها كده اهي. فاحنا دلوقتي هنحط بقى ايه الوش البشاميل على الوش. وهنا بقى ايه جبنا الوش كده تحطيه على الوش كده تقدري كل المكرونه كلها. احنا عاملين بشاميل ياما عشان فوق وتحت ويغطي كله، وطعمه والله يعني خطير خطير، وريحته ما اقولكوش عليها جميله. هنا بقى نغطي بقى الوش كله زي ما انتم شايفين، متخلوش فيه حاجه باينه خالص. وهنا بقى عملنا وش البشاميل زي ما انتم شايفينها كده كده. هتعتبر الصينيه خلاص على التشطيب. فاضل بس هنعمل حركه بس صغيره تديها شكل وطعم جميل، وهتديها الوش اللي هو المتحمر من على الوش كده. فهنجيب بقى البوله، اي بوله عندك كده اهي، وهتجيبي بيضه وتكسريها
وتقعدي تربيها كده عشان خاطر ما فيش حاجه تبقى مكلكعه، وبعد كده تحطيها على الوش من بره، فدي بتديها طعم حلو وبتديها فايده كمان عشان البيض فيه فوايد، وكمان بتديها اللون اللي هو اللون المصفر ده من على الوش، اللي شكلها خطير. بعد ما تخش الفرن وتطلع هتشوفوا بقى شكلها ان شاء الله. فهنا هنحط بقى ايه، هنا بقى نحط الوش ده كده ندهن بيه زي ما انتم شايفين. خلوها كلها غرقانه كده، ما تسيبوش حته فيها لما يجي عليها بيض عشان يحمر مع البوتاجاز وكده. اما تدخل الفرن وشها يحمر. اهي، ايه رايكم؟ اهي. وكمان بتدي في الطعم، كمان بتدي طعم خطير، وريحه البشاميل نفسه ريحته جميله اهو زي ما انتم شايفين كده. وهنا بقى حبايبي هي خلصت كده خلاص. خلاص يعني بصي الوش اتعمل والبشاميل والمكرونه وكله، وزي ما انتم شفتوها دلوقتي ادي بيضه على الوش، بس مديها شكل حلو. في ما تخش بقى الفرن وتتحمر بتبقى شكلها جميل. فانتوا بقى هتشوفوها بعد ما تطلع ان شاء الله كده، اصورها. هنسيبها بقى في الفرن لما ايه الوش بتاعها يتحمر. وهنا بقى حبايبي طلعنا المكرونه البشاميل بعد ما كملت وخلصت خالص. فهتشوفوا بقى شكلها اهي في الاخر. وجربتوها بالمنظر ده والله، يعني كل مره هتحبوا تعملوها على طول يعني، وبسهوله يعني، وحاجه بسيطه. بصوا وشها احمر ازاي، تحميرها حلو. البيضه بقى اللي على الوش دي خلت الوش المصفر ده، فطعمها وريحتها ان شاء الله يعني ايه حاجه جميله. طبعا ما تنسوش في الاخر بقى الاشتراك وتعملوا لايك، وطبعا تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واهم حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.